السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ بطريقة حلوة جدا، طريقة جديدة. لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. لا هتسلقيها ولا هتدخليها صينية في الفرن، لا كله على البوتاجاز. هنعمل معاها كمان صينية مكرونة بالبشاميل جوسي وسايحة جدا وطعمها تحفة. تابعي معايا الفيديو للآخر، واللي لسه لأول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك والشير. هنقول مع بعض المقادير. جبنا الفرخه بتاعتنا قطعناها مكعبات بالشكل ده او شرايح بالشكل ده بس محمله. انتوا عارفين طريقتي في الفراخ، بجيب بصلايه صغيره بحط عليها ملح وفلفل، بتبل بيها الفراخ قبل ما اشتغل في اي حاجه. دي مش التتبيله الرئيسيه، دي بتديكي ريحه حلوه قوي للفراخ. هنجيب طماطميتين هتقطعهم جوانح. هنجيب بصل نقطعه جوانح. هنجيب كمان فلفل رومي. هنجيب فلفل حار، بهاراتنا معلقه صغيره من السماق، معلقه صغيره من بهارات اللحمه، فلفل اسود، بابريكا، معانا ملح، كله معلقه صغيره او نص معلقه صغيره. نجيب طاسه على النار نحط فيها معلقه من السمنه، هننزل فيها بالفراخ بتاعتنا بعد ما الطاسه بتاعتنا تسخن. نسيبها لحد ما تاخد احلى لون فراخ ممكن تشوفيه، من غير تحمير ومن غير فرن ومن غير اي حاجه. هنقلبها على الناحيه التانية تاخد معانا نفس اللون اللي خدته من الناحيه الاولانيه. بعد ما تاخد اللون هننزل عليها بالبهارات بتاعتنا، احلى بهارات ممكن تشم ريحتها وانتي بتشوحيها على النار في التوقيت ده. صدقيني كان ريحتها روعه. هنفضل نقلب فيها مع الفراخ. بعد كده هنجيب البصل بتاعنا وننزل على الفراخ بتاعتنا ونسيبه يتشوح مع الفراخ. انا اللي متابعني برضو هيبقى عارف ان انا دايما بدي بين كل خطوة وخطوة ثانية كده تتشوح براحتها عشان نشم الروايح بقى وتديكي احلى نتيجة للوصفة بتاعتك. لما تشوحي كل حاجة خطوة خطوة وتديها ثانية كده. نزلنا بالطماطمية كمان هنشوحها مع المقادير اللي نزلت، ونقلب وننزل بقى بالفلفل بتاعنا ونسيبها بقى تستوي براحتها وتتشوح براحتها. اولا مش هنحط فيها ميه نهائي يا جماعه، هي الخضار اللي احنا نزلناه ده مع الفراخ هينزل ميته وهيسويها كويس جدا. اخر حاجه انا نزلت بيها الملح، قلبنا نغطي عليها بقى ونهدي عليها النار ونسيبها تستوي براحتها. ما بتاخدش وقت معانا، حطينا معلقه من الصويا صوص، ما بتاخدش وقت معانا خالص في النار، لان احنا مش مقطعينها كمان قطع كبيره، لا القطع بتاعتها صغيره شويه فمش هتاخد وقت كمان، واحنا عارفين الفراخ ما بتاخدش وقت في التسويه. نسيبها تستوي على نار هاديه. هنرفع حله على النار فيها ميه، نسيبها ونحط فيها معلقتين من الملح ونسيبها لما تغلي. المكرونه وهي بتتسلق بتاعت البشاميل. المكرونه البشاميل ما بنحطش فيها زيت يا جماعه، عشان لو حطينا زيت اولا البشاميل مش هيمسك على المكرونه ومش هتبقى حلوه. نزلنا بعد ما الميه غليت بنص كيلو من المكرونه القلم، نقلبها ونسيبها بقى على نار عاليه تستوي. ما بتغطيش النار عشان ما تعجنش منك المكرونه. في التوقيت ده عما المكرونه بتاعتي استوت كانت الفراخ كمان استوت اصلا. بسم الله ما شاء الله، ده الصوص اللي نازل منها فظيع، ريحته فظيعه. ممكن تاكليه بالعيش، الفراخ كده ممكن تاكليها بالعيش من غير اي حاجه جنبها. ممكن شويه رز ابيض، رز بشعريه. رفعنا حله تانية على النار فيها 3 معالق من السمنه، معلقتين من الزيت، 4 معالق هرميين من الدقيق. انا بكتر الماده الدهنيه عن الدقيق، انا بحبها اكتر. هنقلب كويس جدا لحد ما نشم ريحه الدقيق ويغلي معانا الخليط كده. هننزل مع بعض بلتر من اللبن، نقلب كويس جدا وعلى السريع عشان ما تكتلش معانا. لقيت البشاميل بتاعك كتل معاكي اضربيه في الخلاط، مفيش اي مشكله ما تقلقيش. بعد كده هنطعم البشاميل بتاعنا بايه؟ مكعب من المرقه بيدي طعم البشاميل، بيديها طعم رائع. نزلنا بملح وفلفل اسود. المرقه مش حباها ما تحطيهاش، بس فعلا بتخلي لك طعم البشاميل حلو جدا وغني جدا. كده خلاص. القوام بتاعه بقى حلو قوي. انا ما بحب القوام لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، القوام بتاعها وسط حلو. مش تقيل عشان ما يكتلش على المكرونه، ومش خفيف عشان ما يسقطش منه كله في الارضيه. في التوقيت ده خلاص المكرونه بتاعتي استوت. انا بحب المكرونه 3/4 سوا مش سوا كامل، عشان تكمل تسويتها مع اللحمه ومع البشاميل وياخد كله من طعم بعضه. جبنا صينيه بتاعتنا دهناها معلقه من البشاميل، حطينا في الارضيه معلقه من البشاميل. بعد كده حطينا معلقتين من البشاميل على المكرونه وقلبنا. احنا العصاج بتاعنا احنا المفروض كنا عاملينه اصلا في فيديو قبل كده،
وده كنت عاينه الباقي منه في الفريزر. لو انت عايزه الطريقه اسيبها لك في صندوق الوصف. نزلنا بنص الكميه في ارضيه الصينيه. بعد كده هننزل باللحمه بتاعتنا، لو انتوا محتاجينها هنزلها لكم في صندوق الوصف. انا عامله الطريقه حلوه جدا بالبرغل، طريقه موفره جدا. هتعمل معاكي كميه حلوه. هنفرد اللحمه بتاعتنا على المكرونه بالشكل ده. وبعد كده عندك ميكس جبن، انا كان عندي ميكس الجبن ضفتها. معلقتين من البشاميل هننزل على وش الخليط ده كله، او اللي موجود عندنا ده في الصينيه. بعد كده هننزل بالنص التاني او الجزء التاني من المكرونه. نبدا نساوي المكرونه بتاعتنا في الصينيه، وننزل عليها بالباقي من البشاميل. هضيف عليها كمان ميكس جبن على الوش، وندخلها على درجه حراره عاليه لحد ما تاخد لون من تحت. وبعد كده شغل الشوايه تاخد لون من فوق، ما بتاخدش وقت اصلا في التسويه. هتاخدي احلى مكرونه بشاميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، رائعه. خلصنا كمان، هنبدا كمان عملت معاها رز بسمتي بالخلطه، حلو جدا. هننزل عليه بالفراخ. احلى وجبه ممكن تاكليها على فكره. الفراخ والرز البسمتي كفايه جدا وجبه. ممكن الفراخ تاكليها بعيش مع الصوص بتاعها. هننزل بالصوص بتاعها كمان على الرز. لا طعمها رايح في حته تانية. بسيطه جدا، مش مكلفه كتير. احلى وجبه ممكن تاكليها. هقطع معاكم كمان البشاميل. البشاميل بتاعك ممكن تقطعيه على طول لو انت بتحبيه جوسي قوي وسايح. انا سبتها 5 دقايق لحد ما هدت شويه، هتلاقيها جوسي برضو، بس ماسكه حيلها شويه، يعني ماسكه نفسها شويه، القطعه ماسكه نفسها شويه. هننزل في الطبق. شايفين هي عامله ازاي اصلا؟ البشاميل بتاعها عامل ازاي؟ انا من عشاق البشاميل السايح الجوسي، مش الناشف القوي. احلى مكرونه بشاميل ممكن تاكليها. قد ايه شايفين اصلا مجرد ما قطعت القطعه البشاميل نازل ازاي. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.